100 هلا. شكرا جزيلا. 100 هلا ومراحب بكم ومرحبتين وثلاث مراحب واربع مراحب وعشر مراحب و100 مرحبا بكم بهذه الحلقه الجديده من برنامج شي بشي. اليوم موضوع حلقتنا هو السيلفي. نحكي على السيلفي. يعني السيلفي اشتهر هالايام شهرة كلش واسعه، مو بس احنا حير العالم كله السيلفي. شنو معناه وليش وشنو والطرق اللي ياخذون بها السيلفي. اشكال السيلفي، تاخذه بيدك وتاخذه هسه بالعصايه. يعني مثلا يطلع لك واحد هسه اندعم، هسه ضربته السياره واخذوه للمستشفى ايده مكسوره، دا يتشبسون ايده وطلع اخذ سيلفي. قال اني هسه بالمستشفى اندعمت شلون يتشبس مو اخبل. طيب يا حال مو صوتك، صوت الدكتور اللي عالجك. وواحد راح التشييع صديقه توفى وراح بالتشييع ماله اخذ سيلفي ويا التابوت وكتب جوا ويلي ضعت مني يا اخويا، كسر الضلع يا اخويا. لك عمي واحلى سيلفي ويا المرحوم. هسه المرحوم بحالك بحال السيلفي. لو واحد رايح للعرس وماخذ صوره سيلفي ويا الاكل وكاتب عليه العشاء الزين ويا الضلع. هو اصلا ما معزوم، ايش حفام وراح يتعشى، بس ما قال لي الضلع منه صديقه طلي ما اعرف. هاي عودة السيلفي، هاي عودة السيلفي. لو يطلع واحد بالعماله شايل الطاسه هنا على يده اليسرى وبيده اليمنى ياخذ سيلفي. حدث الان. ده نبني بيت ابو سمير والعالم شو عليها. قابل قرايب بيت ابو سمير. طبعا اليوم وحسب خبرتي ومعلوماتي اكتشفت اكو مضار للسيلفي واكو فوائد للسيلفي. نحكي على فوائد السيلفي. اولا يعلمك شلون تكمش العوده مال الماسحه. خاف يجي يوم مرتك تكرب عليك وتقوم تكنس وتمسح. راح تكون انت مستعد لهاي الحاله. يضحك النسوان انت شريتها. ثاني شيء بصورة السيلفي لازم الكل تتجمع، يقرب المسافات، لازم واحد يلزق باللاخ، الرؤوس متقاربة. ودائما خطية المسكين اللي ياخذ سيلفي ما يطلع، لو تطلع بس قصتين. أنا من الناس يا سيلفي لاخذه ما اطلع بيه. الفائدة الثالثة هي اخدم نفسك بنفسك. يعني ما تجيب واحد بالشارع وتقول له اخذ لي صورة انا وزوجتي انا وحبيبتي وياخذ الموبايل ويطفر. اما مضار السيلفي، اولا راح تظل متحنبط بالعودة عبالك راعي مال غنم شايله هيك تفطر. ثانيا واحد يخابرك وانت ناصب الموبايل بالعودة، زي شلون راح ترد عليه؟ وين راح تذب العودة؟ اما المضره الثالثه فانت شيتك العود السيلفي، انت وهوايه جماعه يشيلون عودات السيلفي، هاي تساعد على الحركات وتسوي واهس. لكن اليوم صارت حركه بالمول بالسيلفيات. تشبيك تبغى عليه؟ اقول لك بالعوده مال السيلفي انا على ضلوعك زين؟ لا تبغى عليه. انت باعي عيني باعي. هسه نروح الفقره كذب المصفط وتيسير. هذا بطل عصير كلش عادي وسعره ب 2000 دينار. راح اجيب قلاصين، القلاص الاول اصب بنفس العصير واقول لهم هذا سعره ب 10000، والثاني اقول لهم هذا سعره ايش قد؟ بربع، يعني رخيص. بس هو الموضوع واحد، العصير نفسه والبطل نفسه. بس خلينا نشوف الناس شو يقولون. هاك الزم وتعالوا وياي نشوف اراء الناس. هذا العصير هذا بربع، نعم القلاص مالته بربع. وهذا العصير القلاص مالته او البطل مالته ب 10000، كونه عصير طبيعي وعصير اصلي. وهذا تعرف يعني محلي. ممكن تذوق لي هذا؟ هذا الغالي عليك يا شوي. طيب هذا الاصلي. نعم. وهذا التقليد، هذا ابو 10000 نعم. وهذا ابو الربع. عند الطعم مالته
هذا الشكر مالته يعني محلي وشكر ما ادري شلون يعني شكر عادي يعني واصلا اعتقد مو شكر يعني ها والله ما ادري بس هذا لا عصير طبيعي يعني بطعم رمان يعني واضح يعني واضح يعني خالص رمان خالص. بقي لي شوي. ممكن نذوق هذا؟ بعد ركز بهذا. هذا الاصلي. هذا الاصلي؟ لو هذا الاصلي. لا هذا الاصلي. هذا الاصلي. شلون عرفت؟ هذا بطعم اقوى من هذا. بطعم اقوى؟ الشكل مالته يصير اقوى من هذا. وذوق لي هذا التقليد. يعني ذاك صبغ ومواد حافظة وكذا. منو؟ التقليد. التقليد. الأصلي طبعا هذا فريش. فريش. فشي طبيعي يعني. صح. ما نقدر نحكي فيه يعني هذا هو طبيعي. طبيعي. عاش ايدك والف عافيه. الله يعافيك. نكمل شعب هذا. ليش اكمل؟ كمل هذا. عصير طيب اصلي هذا وين بعد؟ الف عافيه. فرق شاسع بين فرق. هذا وهذا. مبين مو واضح؟ اي نعم. يابا خلصته مو بقى. ها صدق اصلي زين وهذا مو شيء مبين مو حتى شيء. حار. هذاك هسه طبيعي رمان طبيعي رمان طبيعي يعني مبين. بس هذا بيه لمن دوز وخبطه نكهه ما ادري شنو. يعني يختلف عن هذا. يختلف طبعا يختلف. طبعا انت ذكي بهاي السالفه. طبعا يعني ذواق ما شاء الله عليك. طبعا. انت دائما يعني بكل الاكلات هالشكل يعني مثلا يسوون طبخ لا وهاي اصلا لو انا بالعصير. لا انا اعرف انا ابو شربت. ممكن ذوق هذا؟ بالعافيه. هذا ما يشكر يعني مبين الاصلي؟ لا العادي قصدي يعني. اي العادي نعم. والطبيعي هذا يعني اصلا مبين. بقي لي شوي. وهذا الفرق بين هذا أول واحد ثخين اللي قلنا عليه اصلي. اللي قلنا عليه أصلي. عافيه عليك. وهذا الثاني خفيف. خفيف. طعم مالته نعم. والعطر مالته. هذا تحسه يعني طعم الرمان يعني اكثر. أي. هذا بطعم الحلا اكثر. حلا وحامض. الشكر يعني قصدك؟ اي السكريات حامض حلو. يعني مبين تقليد. أي. ممكن تذوق لنا هذا الاصل شوفي طعمه. بقي لي شوي ها. واضح. ممكن تسولفي لي على الفرق؟ فرق واضح جدا. هذا طعمه يعني طعم شربت طبيعي. اي وهذا يعني الثاني؟ وهذا لا. شنو يعني شنو طعمه؟ في اضافات يعني حوامض كيميائيه يعني مو عصير طبيعي. ابو سعود ابشرك الاصلي خلاص والتقليد هم خلاص وهن اثنيناتهم واحد. بتجاوب ابو سعود. فعلا اكو عصير شربت اكو شربت عصير. وين رحت؟ قصدي اكو عصير زين اصلي واكو عصير مو اصلي مغشوش. يعني مثلا اني تيسير دز لي عصير واريد اشوفه اصلي لو مو اصلي. طبعا اصلي. الله. عصير زين يخبل. هذا الاصلي. نروح نشوف حيدر وانا اعلمك تيسير. انا اعلمك. شكرا سعودي سعد صدرك وتفانيك. اعزائي المشاهدين وياكم انا حيدر عبد الثامر بحلقه مميزه اليوم وضيف مميز. ويانا ضيف مميز اللي هو الفنان المبدع التشكيلي محمد مخير. لا مو محمد مخير، محمد مسير. اسف، الفنان محمد مسير. انت مسير ولا مخير يعني؟ اكيد مخير انا، بس ابوي اسمه مسير. اسم ابوك مسير؟ اي. محمد مسير، متى بدأت الرسم؟ اكيد من طفولتي يعني. دائما انتم الفنانين يقولون عليكم تشكون هواي، تشكيلي واشكيلك. من شنو تشكون؟ شو القضية؟ يعني مو مرضى احنا ما نشكي من شيء. يعني دائما وانت تشكيلي واشكيلك دائما تشكون هواي، يقولون عليكم انا جد المعنى. مو يا حبيبي، مو هيك. التشكيل يعني هذا الفن يحتوي على مجموعة فنون. هاي المجموعة الفنون يسمونها فنون تشكيلية. اكو لوحة اي ورثها ابويا من جدي. اي. راسمها اعتقد بيتهوفن ومبدع بيها كان. اوقف
بيتهوفن موسيقي، مؤلف موسيقي. ما يعرف يرسم؟ اكيد مو اختصاص. ليش مو اختصاص؟ هو فنان بشكل عام، فنان شامل، مثل ما الفنان التشكيلي اللي هو خزف وفخار، اذا هو لازم يعرف. لا ذاك فنان موسيقي، مؤلف موسيقي. لازم يعرف يرسم، يعني معقوله ما علموه بالمدرسه الرسم؟ اكو درس اسمه الرسم. حبيبي بيتهوفن مؤلف موسيقي مهم ومعروف. زين. اي لازم رسم، يعني لوحه، انا عندي هاي اللوحه اجيب لك اياها تشوف. مو رسم. لا لوحه رسم ورثها ابويا من جدي. موقع عليها بيتهوفن؟ طبعا بيتهوفن. لا ماكو حاجه. يعني لو تقول مثلا على افتراض يعني ابوك اقتنى لوحه ليوناردو دافنشي مثلا، اما تقول لي لبيتهوفن لا. اكو رسام يمنا اسمه حازم كبه، معروف كلش بمنطقتنا، يرسم ويسوي وشم للناس. لوحاته كلش غاليه، يعني اقل لوحه عنده ب 10000 دينار، تعرفه؟ اقل لوحه ب 10000 دينار؟ ايه. لا ما اعرف. زين لوحه المايونيز، هاي اللوحه اوقف، مو المايونيز، خول كاتشب بعد نسويها بدنا. مايونيز شيء. اللوحه معروفه موناليزا. نفس الشيء. لا مايونيزا هي. لا الموناليزا هاي لوحه معروفه. ايش اسمها؟ موناليزا. هي المايونيزا. لا هاي لوحه معروفه. هي حتى لو تنحكي سريع مايونيزا لا ما يصير. موناليزا او له اسم ثاني يسموه جيوكاندا. جيوكاندا. كندا. هذه احد اهم الاعمال العالميه للرسام الايطالي ليوناردو دافنشي، واللي موجوده الان في متحف اللوفر. حسام الرسام قرايبك لو مجرد تشابه اسمه؟ تشابه اسماء اكيد، الرجال يغني. حسام الرسام. اي رسام هو رسام لقبه، يجوز كان يرسم ما اعرف يعني. اي الرسام لقب الرسام. انت مو كان ما ترسم لوحه وتتعب وتظل بها اسبوع او شهر، ليش ما تطبع على الانترنت؟ تاخذ اللوحه تطبعها تكملها بسرعه، وما شاء الله انترنت وعلم تطور، واحنا بلد النفط يعني اشياء هواي، وتبيعها على السريع. ليش؟ تصير مو مالتي. شلون مو مالتي؟ تصير مو مالتي هاي اللوحه. هاي اللوحه اللي اطبعها انا منين جايبها؟ من الانترنت اسهل. من الانترنت، ادري الانترنت غير اكو واحد ناشرها على الانترنت، انا اجيبها اطبعها هي مو مالتي. ايش ما ادري بالانترنت. شلون ايش ما ادري؟ شلون؟ لا ما يصير. شلون ما يصير؟ غير الشيء اللي الك تقول هذا الي. اكو رسامين مشهورين عالميا مثل فان كوخ، بيكاسو. فان كوخ، بيكاسو، علي ربع. تحب تكون رمز من هذه الرموز مثلهم يعني مشهور عالميا؟ من الثالث؟ فان كوخ، بيكاسو، علي ربع. علي رضا؟ علي ربع. علي ربع؟ ايه. علي ربع هذا وين لقيته؟ ما تقول لي وين لقيته معود. ايش جاب على بيكاسو؟ وين وديتنا انت؟ اعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهايه هذا اللقاء ان اشكر ضيفنا المميز الفنان التشكيلي محمد مخير. مسير يا معود، مسير والله. محمد مسير، شكرا جزيلا لك وشكرا يا اهلا وسهلا بك يا حبيبي. اهلا الفنان الكبير، نورتنا بهاي الحلقه. حقيقه اني من المعجبين جدا بالرسامين والرسم والفنون التشكيليه. حقيقه عجبتني كلش هاي اللوحه المايونيزه. اي الله، تجيب المايونيزه وتخلي عليه شويه كاتشب وخردل. شهيتني، شو اسوي؟ الو دليفري حبيبي، 2 مايونيزه. الله يخليك، شكرا جزيلا. تاكل ويانا؟ أعزائي المشاهدين، صديقكم أبو كرعة اليوم راح يتحدث لكم عن أغاني طائرة النفوس والجنسية. نبتيها بماتشة المهندس. ماتشة المهندس بالأغنية يقول: الطورد وراها وتدور رضاها، يا نادي يا حصة منيرة جواهر يا مها، ويكملها النوبة يا